يا بنتي. وطبعا حضراتكم انا مش عارف اصور من مريم. وطبعا دي الفكره الجديده بقى ايه للحمل الجديد، يعني بدل ما نحط بالونه وكور بنحط دلوقتي دباديب وبنربطها كمان. رايحه فين يا شيماء؟ رايحه اعلقلك على الاكل يا حبيبي. يا بنت ام اختي شيري بتعلق على الاكل، سيبيها واقعدي. انت عارف يا جبريل ان اختك ضعيفه في الاكل، انا هقوم اعمل لك كل حاجه بنفسي. ما تاخدش في بالك يا جبريل، ما تاخدش في بالك، هي رايحه تجيب الدبدوب بس اللي كانت حامله فيه وجايه. هو انت لسه صاحي ولا اظبط لك منبه يا جبريل؟ ماشي يا حبيبتي بس ما تتاخريش. هتعوز حاجه تاني مع الاكل؟ لا تسلمي. تعالي هنا. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اتجننتي يا بنتي؟ انت عايزه توديني في داهيه؟ اتجننت؟ هو انت لسه رحتي في داهيه يا حبيبتي؟ وفعلا يا جماعه احنا اتطورنا على الاخر. بقى الحمل دلوقتي في مفارش سرير وكور وبلالين. بس مفارش السرير ده انا كنت قايل لكم عليها هتتنزل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، وفعلا ما كدبوش خبر. كانت حامل في مفرش سرير والتانيه شدت المفرش في بطنها بحبل، تحس ان احنا قاعدين في فيلم ديزني. قفشتك يا حبيبتي. وبعدين تعالي هنا قولي لي، انت بتنصبي على اخويا وتقولي له انك حامل يا بنتي هو اصلا طب ما ايه المشكله يعني؟ وبعدين يا حبيبتي ما انت لو عايزه تقولي له حاجه كنت قلتها له، انما انت عملت كل ده عشان اكيد عايزه مصلحه. ممكن سؤال بس يا شيري، هو انت جايبه الحبل ده منين؟ انا عايز اعرف. مش البتاع اللي انت ماسكاه بيلفوا فيه السلك بتاع السلك اللي هو بتاع الكهرباء، عامله لي فيه حبل غسيل؟ وازاي ربطت البتاع وهي في بطنها؟ ايه ده؟ ايه الابتكار العالي ده؟ بتبهرونا قسما بالله. قولي اللي عندك. مصلحه؟ ما انا اكيد هقول له يا حبيبتي، لو ما جبتيش اللي هقول لك عليه اكيد هقول له وهخليه يطلقك ويرميكي في الشارع يا شيماء. انت بتستفزيني. طبعا الاستاذه شيري بتهددها لو ما جابتلهاش فلوس كتير طبعا هتروح تقول لمين؟ للكابتن جبريل اللي قاعد ظابطين له منبه بقاله 20 سنه ولسه ما صحاش ولا شاف حتى المفرش وهو بيتشد بالحبل. يعني دلع ما يشوفه يا جبريل. انت عايزه ايه يعني يا شيري؟ ما تروحي تقولي له بتخلصي بقى يا شيري، انت خلقتي. يعني طب بصي هقول لك على حاجه، المحفظه دي فيها فلوس كتير. هاتي بس كده المحفظه دي. بقول لك ايه، انا عايزه اكتر من المحفظه يا حبيبتي. ايه يا بنتي هو انت ايه؟ طب لا يا شيخ، لا يا شوشو بقى، ما دام فيها عربيه وفيها حضرتك محل هي تروح تقول له وخلاص. هتضحي بالمحل والعربيه عشان خاطر مفرش السرير؟ لا 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 لا, لا. اللي انت فيه ده تمام. وانت لسه شفتي حاجه؟ ما هي يا تكتبي لي المحل باسمي يا تكتبي لي العربيه باسمي يا حبيبتي، يا اما هروح اقول لجبريل واحكي له على كل حاجه، احكي له على خيانتك يا حبيبتي. بس انا مش عايزاكي تتهوري في حاجه وانا عينيا ليكي والله. اعمل ويا ترى بقى يا شيري كانت بتخونه مع ايه؟